السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناتكم شهوة سمية أم سندس ديالي الساقية الحمراء. نتمنى تكونوا في أحسن الأحوال وفي تمام الصحة والعافية. وصفة اليوم إن شاء الله غتكون عبارة عن رغيف أولا ملوي في الفرن بالنافع والزنجلان بمقادير بسيطة واقتصادية، وكيف كتشوفوا كيجي مورق ومقرمش وفي نفس الوقت قطني ورطب من الداخل. نبداو بالصلاة على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله على بركة الله. نبداو بالمقادير اللي غنحتاجو فيها. اولا ملعقة كبيرة من الزبدة، زوج ديال البيضات، ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية، ملعقة صغيرة من الملح، كيسين من الفانيلا، ملعقة كبيرة من السكر حبيبات أو سنيدة، ملعقة كبيرة ممزوجة ما بين الزنجلان والنافع يعني السمسم والشمر، نصف كيلو من الدقيق الأبيض يعني 500 غرام، ومن طبيعة الحال الماء لجمع العجين. بسم الله. كناخد قصرية أولا الإناء اللي غنعجن فيه، كنوضع فيها كمية الدقيق اللي عندي. ممكن بطبيعة الحال تستعملوا العجانة إلا بغيتو، أنا فضلت نعجن بإيدي اليوم باش حتى الأخوات اللي ما عندهمش العجانة ما يعكزوش يجربوا الوصفة. كنضيف الملعقة ديال الزبدة ثم بيضة واحدة. بالنسبة للبيضة الثانية غنحتفظ بها للدهن في الأخير. من بعد كنضيف الملح، ملعقة ديال الزنجلان والنافع، السكر وملعقة الخميرة الفورية. تقدروا من الاول تاخذوا الملعقه ديال السكر مع الملعقه ديال الخميره، توضعوهم في كاس وتضيفوا لهم القليل من الماء الدافئ وتخليوهم جانبا حتى يتفاعلوا، عاد من بعد تضيفوهم للعجين. وفي هذه المرحله كنبدا نضيف الماء بالتدريج باش نجمع العجين. كنحاول ندوب الخميره مع السكر اولا باش يتفاعلوا بسرعه، عاد من بعد كنخلطهم مع البيضه اللي في الوسط وكنبدا نجمع باقي المكونات وانا كنضيف الماء اللي من طبيعه الحال ما خصوش يكون سخون بزاف، لاننا ما بغيناش الكويرات ديال الملوي اولا ديال الرغيف يخمروا وحنا باقيين ما ورقناهم. صافي كنبقى مستمره في اضافه الماء بالتدريج حتى كيتشكل عندي العجين. في هذه المرحله من بعد ما كنجمع العجينه كنبدا نضيف الماء غير بالمهل وانا كندلك. ما تكثروش الماء باش ما تعذبكمش العجينه. كيف كتشوفوا راه كنضيف غير شويه بشويه وكنعاود ندلك وكنشوف، واخا تبان لكم بحال الا قاصحه غير دلكوها مزيان راها غادا تليان معاكم. خاصها تولي بهذا القوام رطبه وفي نفس الوقت ما كتلتصقش باليدين. صافي في هذه المرحله غنكتفي من الدليك، نحاول غير نجمعها ونخليها ترتاح تقريبا 5 دقائق، ما تخليوهاش بزاف حيت حنا ما بغيناهاش تخمر، بغيناها غير ترتاح شويه. وضروري ما نغطي العجين بالفيلم الغذائي ولا بلاستيك باش ما ينشفش ويشكل قشره من الفوق. هنا من بعد ما كيرتاح معايا العجين كنحاول نسرحه بشكل طولي باش يساعدني نقسمه على 3 القطع اولا 3 الكرات اللي يكونوا متقايسين. ممكن تستعملوا الميزان في هذه المرحله الا بغيتو. صافي انا كندير غير عيني ميزاني. من بعد كناخذ عاود كل قطعه ولا كل كره وكنقسمها على 2، يعني غادي نوليو عندي 6 ديال القطع. ومن بعد كنولي عاود نرجع لكل كره ونعاود حتى هي نقسمها على 2 حتى كنتحصل في الاخير على 12 قطعه. المهم نتوما ديروا الطريقه اللي كتناسبكم باش تقسموا العجين على 12 قطعه اللي يكونوا متساويين. وإلا كنتو بغيتوه يكون كبر من هذا اللي شفتو معايا في الصور في اول فيديو تقدروا تقسموا العجين ديالكم غير على 8 ولا 6 ولا نتوما اللي كتحكموا في حجم ديال الملوي ولا ديال الرغيف. انا كنفضل يكونوا بهذا القياس، يعني مقدرين كينفعوا حتى مع الوليدات في الكوتي ديال المدرسه. صافي من بعد ما كنقسم العجينه كنحاول ناخذ كل كره ونقاد لها الشكل ديالها، ومن بعد كنحطهم في بلاطو ونغطيهم بالفيلم الغذائي ونخليهم يرتاحوا شويه باش يعطيوني الطعم مني نبغي نطلقهم. وفي هذا الاثناء كنوجد زلافه ديال الزيت وزلافه فيها كميه من الزبده المذابه، يستحسن تكون زبده حيوانيه من نوعيه جيده هكا باش كيجي الملوي ديالكم بنين. صافي هنا كناخذ اول كره وكنبدا نطلق فيها هكا بالاستعانه بالزيت. حاولوا تطلقوا الملويه ديالكم من الاول بشكل مستطيل باش كتجي مقاده ملي كتبغيو طويوها.
واحد الملحوظه مهمه، الا كثرتوا النافع والزنجلان بزاف في هذه المرحله ملي تكونوا كتورقوا العجين غادي يتقطع معكم، لذلك ملعقه كبيره واحده كافيه. صافي في هذه المرحله كنبدا ندهن الوجه ديال المسمنه ولا الملويه بالزبده، وكنطويها بالطريقه اللي كنطويو بها المسمن العادي حتى لهاد المرحله. هنا كنحاول نجبدها واحد شويه، وكنطويو بهذا الشكل. حاولوا دائما وانتم كطويو الملوي ما تزيروش العجينه، يعني ما ديروش بحال هكا. يعني هانتم انا كنحاول نوريكم فيديو كيشرح اكثر. يعني حاولوا تخلوا الطيات مرخوفين، ما تزيروهمش. وهنا كنجي لهاد الاطراف ديال الملويه وكنحاول ندخلهم في الوسط، يعني وسط هادوك الطيات من طرفين بجوج. هانتوما كيف كتشوفوا الطيات اللي درت راهم مرخوفين، صباعي كيطلقوا لداخل. كتجي من بعد ما كنقلبها بحال الشنيكه ولا محينشه صغيره. صافي هنا كنحطها فوق سطح العمل، كنحاول نقاد لها الوجه ديالها شويه، ومن بعد غادي نحطها في الطاوه اللي غادي تدخل الفرن. هنا غنعاود معكم واحده اخرى حتى هي كنطلقها بنفس الطريقه، مع الاستعانه دائما بالزيت باش ما تجبدش العجينه وتقطع. كنحاول نورقها مزيان حتى كتولي شفافه، لانه كل ما تورقات العجينه مزيان كتعطي نتيجه احسن. كندهنها حتى هي بالزبده، وكنطويها بنفس الطريقه اللي طويت بها الملويه الاولى. كنحاول دائما يكونوا الطيات متسعين، ما يكونوش مزاحمين. صافي وكندخل الاطراف ديال الملويه في الجوانب، كنلاقي عاود صباعي وكنحاول نقلبها باش كنحصل على هذا الشكل اللي كيشبه الشنيك. هنا من بعد ما كملتهم كاملين كنحاول نبسطهم غير شويه بالايد، ما تبسطوهمش بزاف لان الا تورقوا بزاف فاش غادي يدخلوا الفران غادي يكرموا، غادي يجيو قاصحين. غير شويه بحال هكا كيف كتشوفوا، لاننا حنا بغيناهم يكونوا مقرمشين من برا وفي نفس الوقت يكونوا رطيبين وفتيتين من الداخل، ما يكونوش قاصحين. صافي كنبقى مستمره على هذا الشكل حتى كنبسط الكرات اللي عندي كاملين. وكندوز من بعد لمرحله الدهن اللي كناخذ فيها هذيك البيضه اللي بقات عندي، كناخذ غير الاصفر ديالها كنخلطو مع كميه من الحليب، كنمزجهم مزيان وكندهن بها الوجه ديال الملوي. واحد الملحوظه ثانيه بالنسبه للبياض، هاد البيضه الثانيه الا ما كنتوش غادي نستعملوه في شي وصفه اخرى يستحسن ديروه من الاول في العجين، يعني من الاول ديروا بيضه كامله وبياض بيضه هكا باش ما يبقاش يضيع. حاولوا تدهنوا الملويات مزيان من الوجه وحتى من الجوانب باش يتحمروا مزيان في الفرن ويجي اللون ديالهم زوين. صافي من بعد ما دهنتهم كاملين غادي نرشهم مزيان بهذوك الكيسين ديال الفانيلا من الوجه ديالهم. هاد الفانيلا هادي كتعطيهم واحد المذاق اللي رائع جدا. صافي ومن بعد هاد المرحله ما كندخلوهمش للفرن مباشره، كنخليوهم حتى كيخمروا شويه عاد كندخلوهم يطيبوا. كنكونوا الفرن مشعلينه من الفوق ومن التحت. انا طيبتهم غير في الفرن الغازي، كنشعلو من الفوق ومن التحت حتى كيسخن مزيان وكندخلهم. فاش كندخلهم كنطفي الفوق وكنخلي غير التحت حتى كيبانوا ليا تحمروا من الجوانب، عاد كنولي نطفي النار من الاسفل ونشعل الفوق باش كيتحمروا حتى من الوجه ديالهم. وكيكون هذا هو الشكل ديالهم من بعد ما خرجتهم من الفران. كيف كتشوفوا كيجيو مذهبين ومحمرين كاملين لون واحد. غير ما تجهدوش عليهم الفران بزاف باش ما يتحرقوش ويتخطف لهم اللون ديالهم. هانتوما كيف كيكونوا حتى من الاسفل محمر وزوين، غير ما تغفلوش عليهم في الفران. بالنسبه للتزيين كيبقى من طبيعه الحال على حسب الذوق ديالكم. انا دهنت الوجه ديالهم بالعسل، ومن بعد زينتهم بالكوك. النصف درت فيه الكوك والنصف درت فيه رقائق ديال الفول السوداني، تقدروا ديروا حتى رقائق ديال اللوز ولا اللوز مهرمش ولا كاوكاو مهرمش اللي موجود عندكم ديروه. كنغطيها هكا النصف ديال الملويه باش كيبقى غير النصف هو اللي باين، كنعمرو بالكوك والنصف الاخر هو اللي كنحط فيه رقائق الفول السوداني.
مكانش عندكم العسل تقدروا تعوضوه بمربى المشمش، يعني لا كونفيتور ديال المشماش. وتقدروا كذلك دهنوهم غير بالناباج الا كنتو كتستعملوه. صافي من بعد ما كملتهم كاملين كنمشي لهذاك النصف الثاني اللي بقى كنزينو حتى هو برقائق الفول السوداني اللي حمرتهم مسبقا في الفرن. وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الملوي من بعد ما زينته، كيجي زوين بزاف شكلا ومذاقا. انا متاكده الا جربتوه غادي يعجبكم ان شاء الله. وكيف شفتوا وصفه الاقتصاديه غير من نص كيلو خرجنا 12 قطعه. وبهكا كنقول لكم بان الفيديو ديال اليوم وصل النهايه ديالو. وكالعاده الى عجبتكم وصفه اليوم بارطاجيوها مع احبابكم والاصدقاء ديالكم باش تعم الفائده. واذا كنتوا اول مره كتزوروا القناه مرحبا بكم، ضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد. الملتقى في فيديو جديد ان شاء الله مع وصفه جديده. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.